أهلا بيكم في مناقشة مركزة جديدة. النهاردة هنغوص في مجموعة تحولات اقتصادية وصناعية عالمية مهمة. المصادر اللي معانا بتشير الخمس تغييرات أساسية بتحصل دلوقتي. هدفنا نفهمها ونشوف إزاي ممكن تبقى فرص. هنتكلم عن الهدنة التجارية بين أمريكا والصين، سيطرة الصين على بناء السفن، توقعات الفايدة، تأثير الألعاب العالمية على السياحة، وقمة بريكس والذكاء الاصطناعي. يلا نفصص الموضوع ده. خلينا نبدأ بالهدنة التجارية دي بين واشنطن وبكين، بيقولوا اتمددت. السؤال بقى، دي فعلا فرصة تصدير واستيراد مستدامة ولا هي فترة هدوء وخلاص؟ إمم. بُصّي، هي أكيد فترة هدوء، بتدّي متنفّس لبعض القطاعات اللي كانت مضغوطة أوي. ممكن نشوف انتعاش مؤقت في تجارة إلكترونيات معيّنة، منتجات زراعية يمكن، بس كلمة مؤقتة دي مهمة. المصادر بتقول إن المشاكل الأساسية زي الملكية الفكرية والدعم الحكومي دي لسه موجودة، تحت السطح. يعني المستوردين والمصدرين ما ينفعش يطمنوا قوي، لازم يفضلوا حذرين؟ بالضبط كده. الحذر مهم، والتخطيط لسيناريوهات تانية هو ده الأساس. الهدوء ده فرصة يعيدوا ترتيب ورقهم، مش يراهنوا إنها تستمر الأبد. الأهم دلوقتي تنويع المصادر والأسواق. نقطة مهمة فعلا. طب نروح لتحول تاني ملحوظ جدا، الصين وسيطرتها اللي بتزيد بشكل كبير على صناعة بناء السفن. ده معنى إيه للمنافسين أو حتى لرواد الأعمال؟ لا، دي أبعادها ضخمة. دي مش مجرد منافسة سعر وخلاص، دي قدرة إنتاجية رهيبة وراها تخطيط استراتيجي. المصادر بتتكلم عن صعوبة بالغة إن حد ينافس الصين وش الوش في سفن الحاويات التقليدية أو ناقلات البترول. التكلفة عندهم والسرعة صعب حد يوصلها. بس هل ده معناه إن الباب اتقفل تماماً؟ يعني مفيش أي مساحة لمنافسين تانيين أو لشركات أصغر؟ لا، مش تماما. الفرص بتتحول أكتر للمجالات المتخصصة قوي أو اللي فيها تكنولوجيا عالية. بنتكلم مثلا عن تصميم وبناء سفن بتشتغل بطاقة نظيفة زي ال LNG أو الهيدروجين، أو حتى تطوير أنظمة ملاحة ذكية وصيانة بتعتمد على ال AI. هنا ممكن الشركات الصغيرة المبتكرة تلاقي مكان. رواد الأعمال لازم يبصوا على القيمة المضافة مش الحجم. يبقى الابتكار والتخصص هو ده الحل. مفهوم. طب نروح للفلوس بقى. في كلام كتير في المصادر عن توقعات بخفض أسعار الفايدة. هل ده معناه تمويل أرخص للمشاريع والاستثمار؟ نظريا خفض الفايدة المفروض يقلل تكلفة الاقتراض ويشجع الاستثمار. والمصادر بتتكلم عن احتمالية خفض بسيط، ممكن ربع أو نص في المية. ده بيكون رد فعل المؤشرات إن التضخم بيتباطأ شوية، لكن على أرض الواقع الموضوع أعقد من كده. إزاي يعني؟ إيه التعقيدات دي؟ البنوك والمؤسسات المالية ممكن تفضل حذرة، حتى لو الفايدة الرسمية قلت، ممكن يصعبوا شروط الإقراض نفسها أو يرفعوا هامش المخاطرة على قروض لمشاريع معينة. فاللي بيفكر في تمويل لازم يبص على الصورة كاملة، الفايدة والشروط والوضع الاقتصادي ككل، مش بس الرقم المعلن. تمام، الصورة أوضح كده. طيب موضوع تاني بيظهر بقوة هو تأثير الأحداث العالمية الكبيرة زي الأولمبياد مثلا على السياحة وتنظيم الفعاليات. الفرص دي حقيقية ومستمرة؟ هي بتعمل طفرة ضخمة أكيد، لكن ممكن يبقى ليها آثار مستمرة لو استغلوها صح. حجم الفلوس اللي بتتضخ في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة بيبقى بالمليارات. ده بيفتح فرص كبيرة في الضيافة، النقل، الترفيه، الأمن كمان. الشركات اللي بتقدر تقدم خدمة مبتكرة أو متخصصة قوي، مثلا تجارب سياحية ثقافية مختلفة للزوار أو حلول تكنولوجية لإدارة الزحمة، دي ممكن تستفيد جدا. بس المنافسة أكيد بتبقى رهيبة في الأحداث دي. جدا. والتحدي الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تقدر توفي معايير الجودة العالية والحجم المطلوب. الدخول في السوق ده عايز استثمار وتخطيط كويس، وممكن الشراكات تكون حل كويس عشان يتغلبوا على الصعوبات دي. تمام، ونوصل لآخر نقطة ومثيرة للاهتمام صراحة، قمة بريكس الأخيرة. المصادر بتركز على إنها بتفتح باب للشراكات في مجال مهم قوي وهو الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع دول بتنمو بسرعة. دي نقطة ممكن تكون تحول مهم فعلا. مجموعة بريكس دي اللي فيها اقتصادات كبيرة زي الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرهم، وزنها بيزيد، وتركيزهم الواضح على التعاون في الذكاء الاصطناعي ده بيعكس توجه استراتيجي ناحية التكنولوجيا المتقدمة. ده مش مجرد كلام دبلوماسي وخلاص. طب إيه نوع الفرص الفعلية اللي ممكن تطلع من تعاون زي ده؟ مم.
ممكن نشوف مشاريع بحثية مشتركة، تطبيقات ذكاء اصطناعي معمولة عشان تحل مشاكل معينة في دول المجموعة، زي مثلا تحسين الزراعة أو تطوير نماذج لغوية بلغتهم المحلية، أو استخدام ال AI في إدارة الموارد الطبيعية. ده بيفتح الباب للشركات التكنولوجية الناشئة، للجامعات، للمطورين إنهم يشاركوا ويستفيدوا من التمويل والخبرات. وفي كمان بعد سياسي لتقليل الاعتماد على تكنولوجيا الغرب في المجال ده. الموضوع ده فعلا متشعب. طيب لو حبينا نلخص كل الكلام ده، إيه الخلاصة؟ وملموس، أسواق جديدة بتظهر بسبب الأحداث الكبيرة، والتكنولوجيا زي الذكاء الاصطناعي بتدخل كعامل حاسم في كل ده. المهم ندرك إن كل العوامل دي مربوطة ببعضها. يعني اليقظة والمتابعة المستمرة هم دول مفتاح التعامل مع التغيرات دي. بالظبط. القدرة على قراءة الاتجاهات دي وربطها ببعض مع مرونة كافية للتكيف هي دي اللي هتفرق بين اللي بيستغل الفرص واللي بيتفاجئ بالتحديات. ونقطة أخيرة كده للتفكير، إزاي ممكن الذكاء الاصطناعي بالذات اللي بنشوفه بيبرز في تحالفات زي بريكس إن ممكن يعيد تعريف شكل الفرص والتحديات اللي اتكلمنا فيها دي كلها في التجارة والصناعة والتموين، يمكن بطرق إحنا لسه مش متخيلينها؟ نقطة تستحق التأمل فعلا.